السلام عليكم. بعد تجربة طويلة مع سامسونج نقلت للايفون عشان اعيش معاه سنة واشوف ايه اللي كسبته وايه اللي خسرته، وعملت لكم ساعتها فيديو طويل عن التجربة دي. وبعد تجربة الايفون نقلت لتجربة البيكسل عشان برضه اعمل لكم فيديو عن تجربتي مع البيكسل. بس الحقيقة تجربة البيكسل كانت الى حد ما تجربة مملة بالنسبة لي، وبرغم ان انا خدت انفتاح الاندرويد الا ان البيكسل كان ممل اكتر حتى من الايفون. وبالتالي السنة اللي فاتت او قبل اللي فاتت بقى، بما ان احنا بنصور في اول 2026، في نهاية 2024 تحديدا شهر 11 قررت ان انا اغير وانتقل لتجربه جديده. واستغلت ساعتها فرصه ان كان في عرض على موبايلات ناثينج كلها بنص السعر، وده كان قبل تطبيق موضوع الضريبه. فنزل الناثينج فون 2 من 30,000 ل 16,000 جنيه. اشتريته ساعتها من شهر 11 2024، ولحد يومنا هذا بجرب الناثينج فون 2 عشان اعمل لكم الفيديو المفصل لتجربه ناثينج عامه، سوفت وير ناثينج، ما تقدمه الشركه لك وما تقدمه التجربه لك. والفيديو ده هيكون مختلف شويه عن الفيديوهات اللي فاتت بتاعت التجارب، لان انا هيشاركني في الفيديو ده اتنين: صديقي عبد الرحمن الخياط صاحب جروب لو كواليتي تك كونتنت، الجروب اللي مليان تك جيكس، فانت مهووس بالتقنيه انصحك تشترك في الجروب. وصديقي مصطفى سيكتور اللي هو نسي باسورد القناه بتاعته من زمان، اكتبوا له في التعليقات عشان يمكن يرجع يفتكر باسورد القناه تاني. اختصارا للوقت للناس اللي ملهاش طولة بال، فتجربه الناثينج فون كانت تجربه سعيده. يعني انا ما اقدرش امسك عيب عليه واقول ان العيب ده عكنن عليا التجربه، مش زي تجربه البيكسل اللي كان في حاجه معكننه عليا فيها وهي السخونيه مثلا وبعض الجليتشات وان الموبايل ممل، ولا تجربة الايفون اللي كان معاكن فيها عليا نظام مقفول وفيه تقييدات كتير. انا الحقيقة استمتعت بالتجربة، واقدر اقول ان تجربة الناثينج فون اختصارا كده هي تجربة بيكسل لكن محسنة مطورة. وبدل ما اقعد ارغي كتير، خلينا بقى نخش على طول في المميزات والعيوب ونحطهم كده في شكل نقاط. وخلينا نبدأ أول حاجة بالمميزات. وأول ميزة هتاخدها في تجربة ناثينج هي بالظبط اللي أنا خدتها مع الآيفون ومع البيكسل: السلاسة، النعومة، الانسيابية الرائعة في النظام. بل أضاف كمان على الآيفون وعلى البيكسل إن الموبايل ما كانش بيسخن تماما حتى في حر الصيف الشديد، ولا بقى كان فيه ثروتلينج، ولا كان فيه شحن يتأخر، ولا الكلام الفاضي ده كله. بل أضاف بقى على تجربة الآيفون وتجربة البيكسل وتجربة السامسونج استقرار مرعب. الناثينج اداني استقرار غير طبيعي، استقرار للنظام، استقرار للاداء. تقريبا خلال سنه كامله ما واجهتش ولا بجايه واحده ولا جليتشايه واحده. الموبايل ما عملش فريز ولا مره، اللهم بارك، يعني ما شاء الله، يعني عشان ما تحسدش. بس ده حاجه ما حصلتش معايا في الايفون، ما حصلتش معايا في البيكسل. يعني البيكسل والايفون فريزوا مره، كان فيهم بجات بالذات البيكسل، وطبعا سامسونج كان فيها الحاجات دي طبعا. ده غير اداء مرعب للرام مانجمنت اللي ما بتقفلش الحاجات في الخلفيه، ومع ذلك الموبايل سلس وسريع وانسيابي بشكل رائع. والموضوع هنا ملوش علاقه بالهاردوير، وان كان الهاردوير بتاع الموبايل جيد، ولكن السوفت وير رائع في استهلاك الموارد، ورائع في الاستقرار والثبات بتاعه، وانه ما فيهوش بجايه واحده. فتقدر تقول كده ان انت خدت ثبات وسلاسه ونعومه وانسيابيه الايفون والبيكسل، وكمان باستقرار مرعب واداء رهيب، وبدون سخونيه ولا فريزنج ولا ثروتلينج. بل واضفت بقى فوق كل ده شويه مرح وشويه رفاهيه. فمثلا بقى عندك نسختين من نفس التطبيق، بقى عندك مميزات الجليف انترفيس او اللمض اللي في الخلف اللي تقدر تلعب فيها براحتك، ميزه اللانشر بتاع ناثينج اللي فيه ايكون باكس مختلفه، وشكله اصلا لطيف، وفونت لطيف، وفونت مختلف. كل الاضافات دي، ومع ذلك مفيش اي اضافات مكرره. ما تلاقيش مثلا ان ميزه موجوده في اندرويد من جوجل وناثينج عامله ميزه شبهها وهما الاثنين موجودين على الموبايل. انت مثلا بتشوف سامسونج عندها بيكسبي، في نفس الوقت الاندرويد اصلا فيه جوجل اسيستنت، الاثنين موجودين على الموبايل. او مش بتلاقي تطبيقات مثبته مسبقا زي الواجهات الصينيه اللي بتشوف فيها تطبيقات كتير قوي رديئه مثبته مسبقا. الدنيا هنا نظيفه تماما. الموبايل كان جايب سوفت وير مش طبيعي، السوفت وير سلس سريع شكله حلو قريب جدا للبيكسل. فكره ان سوفت وير قريب للبيكسل دي كانت قريبه شويه لقلبي، لان انا بحب البيكسل ولكن مش عارف استخدمه بسبب الجوجل تنسر. فان انا اخد تجربه البيكسل على سناب دراجون 8 بلس جن 1 كانت حاجه فوق الوصف. تجربة السوفت وير الأسلس والأحسن والأفضل، واللي مخلياني مش عارف أمسك تقريبا جهاز تاني حتى الآن. حتى أجهزة سامسونج بالنسبة لي ممكن مبقاش مقتنع بيها قوي، أو بالوان يو اي قوي، عارف إن هي حاجة إلحادية شوية، بس تجربة السوفت وير بصراحة فوق الوصف. سلاسة، شكلها حلو، أنيميشنز حلوة. أغلب الحاجات دي بتبقى أندرويد ستوك، بس أنت لو هتستخدم بيكسل فأنت مش هتاخد الأداء ده. هتاخد السلاسة ولكن مش هتاخد الأداء ده. واخد الأداء وواخد السلاسة، إن أنت واخد سناب دراجون 8 جين 1 اللي هو يعتبر نوعا ما قديم دلوقتي، ولكن مازال هيديك اداء كويس. يعني انا ما حسيتش ان الموبايل طول الفتره دي تقل، او ان هو بدا يهنج او بدا يلاج
لاج او بدا يوقع فريمات. الفتره الوحيده اللي حصل فيها كده نزل سوفت وير ابديت، اظن كان هو التحديث بتاع ناثينج او اس 3 تقريبا، كان فعلا بدات احس ان الجهاز بدا يهنج شويه ومش عارف ايه، نزل بعدها على طول ابديت حل المشكله دي تماما يعني. فدي برضو حاجه تحسب له ان هم ناثينج واخده بالها من الجهاز ده، وفي الابديتس بتاعته اي حاجه بتبقى فيها ريبورتس بيقولوها على طول في الابديت اللي بعده. هو حاليا الجهاز يعني خلاص تقريبا دعمه توقف بعد اخر ابديت اللي هو اندرويد 16، ممكن يقعد سنه كمان تحديثات امنيه وخلاص يعني. خد بقى الثبات والاستقرار ده وزود عليهم قوه شبكات مرعبه. النوثينج قدم تجربه شبكات انا ما شفتهاش في موبايل قبل كده، تقول لي بقى اوب ولا اونر ولا غيره، ما شاء الله برضه اللهم بارك. طبعا الشبكه بتعتمد على الشركه اللي انت مشترك فيها والموبايل، لكن يعني اقدر اقول دي في تجربتي ده احسن شبكه موبايل جربتها. مع الاستقرار المرعب ومع الشبكه المرعبه فبرضه جوده الموبايل ده جوده ممتازه. يعني الموبايل ده حمال اسائي، مش هقول ان هو مش هيتكسر منك لو وقع والكلام ده، الكلام ده قدر يعني وانت وقدرك يعني، ولكن الموبايل ده تقدر تعتمد عليه في ان هو يعني يتحمل المهام الصعبه والخبطات والوقعات. طبعا انا ما عملتش فيه كده يعني، عايزين نبيعه برضه بعد شويه. او الموبايل ده ينضم في حته الموبايل السندال اللي انا يعني اللي اغلب الوقت اي موبايل بقول عليه سندال غالبا بيكون معايا ما عدا الايفون 13 يعني. الموبايل كشاشه كويسه جدا، السطوع بتاعها كويس جدا، وعرفت قيمه ان يبقى السطوع بتاع الشاشه عالي تحت اشعه الشمس لما تبقى فعلا بره في يوم مشمس وتلاقي الناس كلها بتعمل كده عشان تشوف الشاشه وانت عادي شايف الشاشه عادي. شاشه LTPO مهدور حقها، مش بتلاقيها في اجهزه كتير او في اجهزه كتير في الفئه دي، او ان هي الابر ميد رينج ممكن تلاقيها يعني مش بتهتم بيها قوي. بطاريه الجهاز خرافيه مقارنه بان هو جهاز اندرويد ببطاريه يعني بمقاييس النهارده مش هنقول ان هي اكبر حاجه، تقريبا 4700 في اول فتره لاستخدامك الجهاز وهيلث البطاريه بقى 100% والكلام ده، او البطاريه لسه جديده هتلاقيه بتجيب 7-8 ساعات مستريح. وده اظن السيم في كل اجهزه ناثينج، يعني ان كل اجهزه ناثينج بطاريتها كويس، اقل جهاز هيديك 6-7 ساعات سكرين اون، فدي حاجه كويسه. اخر حاجه بقى هي فكره اللو مود اللي في الخلفيه دي، وهي دي الحقيقه اكتر ميزه بتخلي الموبايل ده يديك شويه رفاهيه زياده او شويه حاجات كده فانكي وجيمك ملهاش لازمه. يعني لو هي مش موجوده، يعني لو هي مش موجوده انت مش هتحس باي حاجه، ولكن اضافتها في الموبايل مخليها الموبايل روش. والحقيقه هي ليها شويه لازمه، يعني في شويه سيناريوهات استخدام كنت بستخدمها فيها. على سبيل المثال ان مثلا لما تيجي تعلي وتوطي تعرف درجه تعليه الصوت زي ما انا بعمل دلوقتي، او انها تستخدم كفلاش هادي شويه وسوفت شويه عن الفلاش قوي، بتنفع قوي في الفيديوز بالذات. تنفع ككشاف برضو هادي شويه وسوفت عن كشاف الفلاش القوي. تقدر بقى تظبطها انها لما مثلا حد معين يتصل بيك تعمل نمط معين، لما تنبيه معين يجي لك تعمل نمط معين. طبعا دي حاجه تقدر تعملها كده كده بنغمه، ان انت تخصص نغمه للشخص المعين او تخصص نغمه لتنبيه معين، ولكن كمان انت بتضيف عليه فكره نمط لمض يفضل ينور ويطفي، فبيعمل الموضوع بشكل اروش. وده ياخدنا للميزه الثامنه، الا وهي انه ده موبايل ملفت للانتباه. تصميمه نفسه جريء، هيعجب قوي جينزي، يعني حاجه كده تخليهم عندهم الاحساس الرائع ان هم فاردين. معاهم موبايل بلومط في الظهر، ظهره اصلا شكله غريب، لو مشي بيه وسط الناس وقعد ينور كده الناس كلها تقول ايه ده مع ايه ده. طبعا دي حاجه ممكن تسعد بعض الناس اللي بتبحث عن لفت الانتباه، فدي ميزه لازم تضاف برضه. وبالتالي ببساطه دي مميزات تجربه الناثينج. نيجي بقى لعيوب التجربه. ما هو في الاخر كل حاجه لازم يكون فيها عيب، ولكن العيوب هنا اغلبها مش ديل بريكر، مش حاجه تكرهك في الموبايل او تعمل لك عقده من الموبايل. وان كان في عيب واحد بس كان ديل بريكر مع عبد الرحمن الخياط مثلا، هتشوفوه كمان شويه، وممكن يكون ديل بريكر بالنسبه لي شويه، ولكن انا متاقلم الى حد ما وان كان مضايقني برضه. خلينا نبدا باول عيب، واول عيب في الموبايل ده هو عيب شخصي شويه، انه موبايل حجمه كبير بالنسبه لي، 6.7 بوصه. انا جاي من سامسونج S21 وبعد كده ايفون 14 برو وبعد كده بيكسل 8 العادي، كلهم موبايلات من 6.1 ل 6.3 بوصه. ده حاجه فيا انا، لانه اصلا اغلب الموبايلات بالحجم الكبير ده، يعني الموبايلات الصغيره 6.1 و 6.3 دي ما بقتش موبايلات رائجه، وان كنت انا شايف ان هو ده الحجم المناسب للموبايلات. يعني الحجم الضخم ده ملوش لازمه الحقيقه، اصل هو بيصعب بالمسكه شويه، في نفس الوقت مش بيديك يعني مساحه شاشه كبيره قوي رهيبه، يعني مش شايل تلفزيون معاك يعني، فهو 6.1 كفايه قوي. تاني عيب برضو يعتبر عيب شخصي، هو فكره وجود زر الباور في ناحيه وزر الصوت في ناحيه، وده نفس العيب اللي كان موجود معايا في الايفون. ليه ده عيب بالنسبه لي؟ لان كتير قوي لما تيجي تقفل الموبايل وانت حاطه على المكتب بتدوس الاثنين مع بعض بالغلط فياخد سكرين شوت زي ما خدوا دلوقتي كده. على مدار سنه اخدت الاف السكرين شوتات بسبب الحركه دي. ثالث عيب للتجربه انها لسه ممله الى حد ما، يعني هي فيها مميزات وفيها رفاهيه ومميزات فانكي والكلام ده كله، ولكن هي لسه برضو مش بعمق
غنى المميزات والاضافات والتعديلات اللي بتعملها سامسونج ولا شاومي ولا اوبو، حتى هي لسه برضو قريبه جدا للخام مع بس تحسينات بسيطه. وبرضو في حاجات ناقصه في السوفت وير شويه، مثلا زي المعرض. مثلا اول ما اشتريت الموبايل ما كانش فيه اصلا معرض، استخدم جوجل فوتوز وبعد كده نزلوا معرض. كان المعرض لسه متاخر كتير ومحتاج تحديثات كتير عشان يوصل لمستوى جيد ويكون غني شويه بالتعديلات بقى والمميزات والكلام ده. في برضه مساحه كبيره للتحسن، زي مثلا اللوك سكرين والاولويز اون ديسبلاي هنا بدائيه جدا، مفيش اي طريقه اتعدل بيها او حاجات اضافات مميزه الا حاجه بسيطه جدا اسمها ناثينج ويدجتس، وهي دي حاجه مالهاش لازمه خالص، كل الويدجتس تعبانه جدا. ده ياخدنا لعيب وهو التحديثات. الموبايل ده من ساعه ما اشتريته بيوصل له تحديثات ربع سنويه، يعني كل 3 شهور، وده ما ينفعش مع موبايل فلاج شيب. الموبايلات الفلاج شيب عاده بيجي لها تحديث كل شهر، تحديث امني ما بيضيفش حاجه لكن بيجي لها تحديث كل شهر. تاني برضو انه التحديثات عامه هنا مش بتضيف كتير برغم وجود مساحه كبيره محتاجه تتحسن وتضاف لسه، لكن من نوثينج او اس 2 ل 3 ل 4 مفيش تغيرات كبيره. يعني نوثينج او اس 4 حجمه بتاع 4 او 5 جيجا، ومع ذلك كل الحاجه اللي انا ملاحظها فيه الاختلاف يعني هو تغير شكل الايقونات بتاعت شريط الحاله اللي فوق. ما انت لسه عندك ان انت تحسن في اللوك سكرين والاولويز اون ديسبلاي والمعرض والكاميرا وحاجات كتير، فيعني انت مش ناضج جدا عشان كل التحديثات دي تعدي عليك من غير ما تضيف اضافات كبيره. اما العيب السادس وده الديل بريكر لعبد الرحمن الخياط وبرضه مضايقني جدا هو معالجه الكاميرا. هنا الموبايل ده الكاميرا بتاعته او معالجه الكاميرا مش افضل حاجه. لما تطلع الموبايل وتصور ممكن تطلع صوره رائعه و10 لا، ممكن تعالج الصوره بشكل جيد و10 مرات لا. مش عيب هاردوير، هو عيب سوفت وير بالاساس. معالجه الصور مش قويه قوي عند ناثينج، وبالتالي ده بيأثر بشكل كبير قوي على تجربه المستخدم اللي بيحب يصور. ممكن برضو نعتبر ان سعر الموبايل مش غالي قوي فما نقصوش عليه، ولكن خد بالك برضو ان في موبايلات في الفئات المتوسطه والمتوسطه العليا اللي هي مثلا من 20 لحد 35 الف جنيه هتقدم لنا كاميرات بمعالجه محترمه زي فيفو زي سامسونج زي اوبو حتى. كاميرا الموبايل ده بالرغم من ان هي هاردوير حلو جدا الا ان معالجه ناثينج كانت نص نص. في سيناريو زي اللي انا بتصور فيه دلوقتي كده، اني مثلا في سما ورايا وفي زرع وحاجات تانية، الناثينج كان هيتعامل معاها بشكل مختلف تماما. بالمناسبه انا دلوقتي بصور ب S25 بلس، فانتوا شايفين هو مهندل الوضع ازاي. في الناثينج كنتوا هتلاقوني انا ظاهر عادي جدا، ولكن اللي ورايا ده كله ابيض حتى لو فيديو. بالنسبه للصور كنت بصور صور في سيناريوهات مختلفة، الكاميرا كانت اوقات بتطلع صور حلوة جدا كنت بستغرب ان هي طالعة من الموبايل ده، ولكن اوقات تاني كنت اصور صورة ما تطلعش من الموبايل بربع السعر. كنت اصور صورة وانا ورايا شمس، السما كلها ضربة، مفيش اي حاجة باينة، وانا وشي كله منور. لو انا متصور والشمس في وشي ممكن الاقي اجزاء لاسعة زي الجزء ده بيبقى جاي عليه ريفلكشن شديد جدا، وحاجات تانية من كده كتير. مشكلة الكاميرا هي ان هي ما كانتش كونسيستنت زي ما قلت، بمعنى ان انت ممكن مرة تطلع صورة حلوة مرة تطلع صورة مش حلوة، وده كان مش حلو لان انا كنت لما اجي اصور محتاج اصور كذا صورة وافتح الصورة اتاكد ان هي كويسة عشان اتاكد ان انا كده خلاص طلعت بصورة حلوة. ده مش موبايل كاميرات خالص، الكاميرا بتاعته كويسه جود انف، الكاميرا ككاميرا بتطلع صور حلوه، ولكن المشكله في معالجه ناثينج. المعالجه بتاعت ناثينج بالذات بشوفها لما انت هتصور الاشخاص دايما تحس ان هو في هاله نور كده في وشهم، تحس ان في معالجه كده لازم تعمل بيزرق الوش ويعمل نور كده حواليه زي كانك جايب سناب سيد وعامل اللي هو الفلتر بتاع الفيس بورتري ده. برضو الصور لما بتزوم فيها بتحس ان هو في معالجه النويز بتاعته حاجه مش مظبوطه، تحس ان هو بيمسح التفاصيل لدرجه ان انت لما بتزوم على الصوره بتحس ان الصوره بقت كانها لوحه زيت، كلام ملوش ملامح، مفيش تكتشر للحاجه اللي انت مصورها لما بتزوم عليها. ولكن اوفرول قضي الغرض، مش سيئه ولكن مش حلوه، مش نقطه قوه الجهاز ده بصراحه. سابع عيب دي حاجه مضايقاني برضو، ان صوت المايكات هنا كان تعبان. انا قلت مش هراجع الموبايل كهاردوير، لكن صوت المايكات دي حاجه المفروض تكون ملهاش علاقه بالسعر. انت بتتكلم على موبايلات اقتصاديه فيها صوت مايكات رائع. الحاجات اللي ممكن ما عجبتنيش صوته كويس ولكن على اعلى درجه علو، اوقات ممكن الاحظ زنه كده بسيطه، مش حاجه ملحوظه قوي واظن خلاص ما بقتش الاحظها يعني، بس دي عشان كنت جاي من بوكو اف 3. بوكو اف 3 كان صوته احسن منه، المايك بتاع بوكو اف 3 كان احسن منه، فهو المايك بتاعه كويس ولكن مش الافضل. خلاصه القول، فلسفه شركه ناثينج عامه هي انها تضيف المرح للتقنيه، ونقدر نقول انها فعلا بتنفذ الموضوع ده من خلال التصميمات الجريئه اللي بتناسب جينزي، ومن خلال المميزات الفانكي الجيمكس اللي هي عمليا ممكن ما تضيفش كتير قوي لكن بتضيف شويه فرحه ومرح في التقنيه، زي اللمض اللي هنا وزي سلسله السي ام اف والاضافات اللي بتضاف للموبايل والكلام ده. دي حاجات رائعه جدا بالنسبه لي، ده غير انها بتقدم التجربه دي بكل سلاسه بكل استقرار وبكل بساطه، فاللي بتوعد بيه بتلاقيه. على جانب تاني الناثينج فون ده عامه موبايل صلب جدا من كل الجوانب،
صعب ان انت تلاقي فيه عيب قاتل بالنسبه لك. شبكته ممتازه، بطاريته ممتازه، اداؤه مرعب، مستقر بشكل رهيب، رام مانجمنت رائع. العيب الوحيد اللي فعلا كان مضايقني هو الكاميرا، لكن الجهاز كأداء كبطارية كسوفت وير كماسكة كخامات كان بصراحة ممتاز. أنا بالنسبة لي لو كانت الكاميرا أحسن من كده كان ممكن أخلي الجهاز معايا أكتر، ولكن بسبب إن أنا محتاج كاميرا أحسن فاضطريت أغيره وأجيب ال S25 Plus. غير كده الموبايل جميل جدا، اداء خرافي، تجربه سوفت وير هي الاعظم. يعني خلينا اقول ان هي تجربه سوفت وير اكتر حاجه تقربك للكاستم روم من غير ما تنزل كاستم روم. هو اندرويد ستوك زي بتاع البيكسل بالظبط، ولكن بشويه تحابيش زياده من ناثينج. ودي حاجه اللي ممكن مثلا تلاقيها في موتورولا، ولكن اجهزه موتورولا بتكون اغلب الوقت السوفت وير باجي. ده السوفت وير ده مش باجي خالص. لكن خليني صريح معاك برضو، هو مش لكل الناس. يعني الناس اللي جايه مثلا من سامسونج والتعديلات الكبيره ومحبين الجود لوك مش هينفع معاهم خالص السوفت وير الاقرب للخام اللي فيه ميزتين ثلاثه فرحانين بيهم. لكن هينفع شخص جاي مثلا من الايفون عاوز يروح يختار ما بين بيكسل وناثينج، عاوز ياخد انفتاح اندرويد. شخصيا لو كانت كاميرا الموبايل ده احسن من كده، ناثينج عامه، وان كانت هي في الناثينج 3 اظن انها اتحسنت كتير، لكن لو كانت قويه ومنافسه للفلاج شيبس كنت انصح الناس اللي جايه من الايفون تروح تشتري ناثينج عامه. وعامه انا انصحهم يعني اللي جاي من الايفون يسيبوا من البيكسل ويروح يشتري ناثينج، الا لو الكاميرا هي الاساس بتاعته او الكاميرا مهمه قوي بالنسبه له. طبعا البيكسل هيبقى خيار رائع بالنسبه للناس اللي بتحب الكاميرا. فبس كده، بس كده. دي كانت تجربتي وتجربه الشباب. كان معاكم احمد مدحت جدو. سلام. سلام.